السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أول مرة تشوفوني، أنا مطبخي بشيحة. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. امبارح عملنا الكنافة الكورنيه أو الكنافة الكونو. النهاردة هنعمل الكنافة السيجار. عايزة أقول لكم إن الكمية الحلوة اللي قدامكم دي والطبق المليان ده كان عبارة عن ربع كيلو من الكنافة. دي كنافة طرح بشتريها من عند بتاع الكنافة، واقول له انا عايزه كنافه طرح. هو هيفهم ان انت عايزه تعملي بيها ايه. لازم الكنافه السيجار او الكنافه الكورنيه او الكنافه عيش البلبل لازم تتعمل بكنافه طازه علشان نعرف نلفها صح. المره دي انا جبت نص كيلو من الكنافه الطازه الطرح، وقسمتها على وصفتين. عملت امبارح الكنافه الكونو، والنهارده عملت الكنافه السيجار اللي هي بتبقى مقرمشه. الشربات ده اللي برضو كنت عاملاه معاكم امبارح هو نفس المقطع. كان عبارة عن 5 كوبايات سكر، 4 كوبايات من المية، نص ليمونة بسيبهم على النار لمدة ربع ساعة وبقفل عليهم لاني انا محتاجة شربات تقيل بارد. تمام. بجيب بقى بقلب بقى كل ده مع بعضه مع نص عصير الليمونة، وعلى طول بقوم جايبة رفعها على النار. لازم الكنافة الطرح بتاعتي تجيبيها من عند الراجل مفرودة في كيسة كبيرة، مش متطبقة او مش متنية كذا طبقة يعني، لانها بتتكسر وكمان ما بتبقاش مفرودة حلو في اللف. ولازم تكوني مغطياها. تمام، يعني اول ما تجيبيها غطيها. ما ينفعش الكنافة تتحط في الفريزر وتطلع تفرديها، هي لازم تتجاب طازه تشتغلي بيها على طول. عايزه بقى تخزنيها على شكل عيش البلبل، عايزه تخزنيها على شكل الكورنيهات اللي عملتها امبارح او الكونو، تلفيها وتشيليها من القمع بتاعها وتعينيها في الفريزر وهي ملفوفه كده. لكن ما ينفعش تعينيها طرح كده زي ما هي وتقولي هبقى اطلع استخدمها، لا ما ينفعش. تتجاب طازه تشتغل طازه. يلا بينا بقى نعمل نبرمها. وعايزه اقول لكم انا ببل ايدي من الميه علشان الهيشان بتاع الكنافه اللي بيبقى حوالين الصباع. بمسك في حته وببرم من حته بالطرف التاني، بمسك بطرف وببرم بالطرف التاني. وهجيب اي حاجه اثبتها في بدايه الطرف ده وبدايه الطرف ده. هبدا معاكم واحده تاني كمان. بسرح الرول معايا على قد ما اقدر، ما بخليش فيها يشان. كمان بقيس على حجم الصينيه اللي بعملها. ايد ملفوفه على اول الطرف، والايد التانيه ثابته. ايد بتلف وايد ثابته، ايد بتلف وايد ثابته. أو يعني وانا بلف من الناحيه دي الايد دي ثابته، وبلف من الناحيه دي الايد دي ثابته، وبعدين ببرم الاتنين مع بعض علشان ياخدوا مع بعض نفس البرمه او نفس الشكل. بجيب بقى اي حاجه كده اثبت الطرفين علشان ما يفكوش معايا ويجروا في الصينيه ويبوظ شكلهم. هي طريقتها سهلة جدا، ما بتاخدش وقت. كمان الشربات بتاعها لازم يكون بارد. بتاخد سمنة حوالي كوباية ونص من السمنة. بتخش فرن ساخن مسبقا. بتابعها اول باول علشان ما تتحرقش معايا، لانها مش تخينة، فما ما بتاخدش وقت في التحمير او ما بتاخدش وقت في السوى. خلصت كده الكمية اللي معايا كلها. معايا كوباية ونص من الزبدة البلدي، عليها سمنة برضو كوباية ونص. سمنة بلدي على سمنة عادية متسيحين. وعلى طول هنزل عليهم على وش الكنافة بتاعتي. وهدخلها على فرن متسخن يعني مسبقا. وزي ما انتم شايفين بمشي كده على الصوابع كلها، والاماكن اللي ما فيهاش سمنة بحط فيها سمنة علشان كلها تتحمر وتاخد لون واحد. خش على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، او على تاني رف من تحت، على تاني الشبكة يعني، على تاني رف من تحت. مشغلة من تحت بس. لما تيجي تاخد من تحت لون بقفل تحت واشغل الشواية، علشان لو انت فرنك شديد ممكن تنحرق منك. انا بقولك كده لاني انا معرفش كل واحدة فرنها ايه، لكن عشان ابقى مظبطة السوا في كل الافران حتى وانا معرفش نارهم ايه، لازم يكون النار تحت شغالة، ولما تاخد لون تحت اطفي تحت وايدي فوق عشان تضمني لون كويس. كده بعد ما طلعت بقطعها بعد ما بتاخد الشربات البارد بتاعها. بتاخد شربات بارد تقيل وهي سخنه. اول ما تطلع الشربات يكون بارد، وبقطعها بعد كده ما بتاخدش 5 دقايق في التقطيع يعني. والاشكال بقى والاحجام اللي انت عايزاها هبدا ارصها في طبق التقديم. تقدري بقى ترشي عليها سوداني، مكسرات مشكله، جوز الهند، اللي انت عايزه ترشي. عايزاها ساده كده مفيش مشكله. بتتباع في المحلات ساده كده وبتبقى مقرمشه وحلوه جدا، واولادنا بيحبوها في طبق الحلويات. فبربع كيلو هتعملي الصينيه اللي قدامك دي بربع كيلو بس من الكنافه الطرح. اهم حاجه تكون كنافه طازه، ما تبقاش بايته، ما تبقاش عندك بايته، لا لازم تتجاب من عند الراجل تعملي بيها على طول.
وده الشكل النهائي بتاعتي. هنكسر بقى واحده مع بعض ونشوف هي قد ايه مقرمشه وقد ايه من جوه برضو هشه مش مكتومه. بصراحه من اجمل انواع الكنافه وسهله وما بتاخدش وقت. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. شكرا على تفاعلكم على كل الفيديوهات، وشكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي دايما مشجعاني. دمتم بالف خير وربنا يديمكم نعمه في حياتي، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، مع السلامه.